السلام عليكم، معكم منى. هنتكلم النهارده عن العلمين الجديدة. عايزين تعرفوا الحكاية؟ خليكم معايا. الأول هنتكلم عن مهرجان العلمين الجديدة اللي هو موجود دلوقتي. شغال من 13/7/2023 لغاية 26 أغسطس اللي هو 2023 اللي جاي. 45 يوم. تحت مسمى المهرجان ده العالم عالمين. ويشغل المدينة حوالي 1,000,000 زائر أو 2 مليون من داخل مصر أو من الوطن العربي لحضور المهرجان ده. المهرجان ده مش مهرجان نوع واحد، ده فيه 50 نوع. مهرجان رياضي وموسيقي وغنائي وأزياء وكل حاجة. الأول مهرجان رياضي، في كرة قدم شاطئية، في كمان سباق سيارات وسباق ركوب الدراجات وسباحة، وفي جري، وفي جودو، وفي أنواع تانية كتير رياضة. طبعا وسط نجوم كورة قدم محليين وعالميين. كمان في حفلات أزياء وموسيقى، وفي حفلات غناء لمجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي زي تامر حسني ورغب علامة ونانسي عجرم وأليسا، وفي كمان نجوم أجانب. في موجود كمان في العلمين شواطئ جميلة جدا، جوها متميز، مش حر خالص غير أي محافظة تانية في مصر. فيها مراكز تجارية عالمية، أبراج سكنية وسياحية. المدينة دي هتكون موجود المواطنين فيها طول السنة، يعني مش هيبقى الشغل بس في الصيف بس، لا، في يبقى طول السنة. موقع العلمين متميز طبعا، فجذب الاستثمارات الأجنبية والخليجية. مساحة العلمين 50,000 فدان، مطل على البحر المتوسط، بمسافة 14 كيلو. مخطط انها ممكن تستوعب 3 مليون شخص في هذه المدينة. العلمين يعني ايه معلمين؟ علمين ده يعني علم يعني جبل، وهي المدينة دي بتقع ما بين جبلين، فعشان كده سموها علمين. العلم يعني جبل. العلمين، المدينة دي بتقع في محافظة مطروح. أنشأها سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2018. وضع حجر الأساس في 1 مارس. طبعا زي ما انتوا شايفينها دلوقتي، في أبراج وفي فنادق وفي ناطحات سحاب سياحية وفي سكنية، أبراج عالية جدا أشكالها تحفة. فيها كمان كورنيش بطول الشاطئ. المدينة دي كانت زمان كان فيها ألغام، كان فيها 20 مليون لغم، وأيام عبد الناصر وأيام السادات محدش عارف يشيل الألغام دي. في أيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجيش طهر المنطقة دي كلها من الألغام وشالها. الألغام دي طبعا من أيام الحرب العالمية التانية زي ما انتوا عارفين. شال طبعا الألغام دي وعملنا المدينة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. فيها كمان مركز مؤتمرات، فيها حي سكني. حي سكني ده بيبقى فيه كل المستويات العالية والمستويات المتوسطة. كمان في مركز مؤتمرات، في قصر رئاسي عشان يستقبل الملوك والرؤساء في هذا القصر. كمان في حي الفنادق، وفي كمان مركز ثقافي، وفي مسارح كبيرة وسينمات ومناطق ترفيهية كبيرة. كمان في ملاهي، وفي نوادي رياضة، وفي مركز طبي كبير، وفي مراكز تجارية كتيرة. كمان في مسجد كبير اسمه ملك الملك، وفي كنيسة كبيرة، وفي دار أوبرا، وفي مكتبة. وفي قبل ده كله عملوا محطة مية، وعملوا بنية تحتية كبيرة وصرف صحي وشبكات كهرباء. كمان عملوا كمان طرق جديدة. وكمان موجود في المدينة دي متحف العلمين العسكري. هو متحف قديم بس بيتجدد، واتجدد الأيام دي. والمتحف ده متحف اسمه العلمين العسكري، ده عن الحرب العالمية التانية. بيبقى بيعرض الأسلحة والأشكال العساكر وقتها، لبسهم، المدرعات بتاعتهم، الأسلحة بتاعتهم، الدبابات، الحاجات دي كلها. المعارك، يعني بيحكي المعارك ازاي حصلت. المقتنيات اللي كانت موجودة مع الجيوش كانت ما بين الحلفاء والمحور.
ودي كانت أشرس معارك على أرض العالمين في الحرب العالمية التانية، كانت في سنة 1942. كان ما بين الحلفاء والمحور. دول الحلفاء هم أمريكا وفرنسا وإنجلترا وبولندا، والمحور هم ألمانيا وإيطاليا واليابان. واختارت دول الحلفاء أرض العالمين عشان تكون دفاع ليها. وقوات الحلفاء كسبت المعركة، وأقامت مصر مقابر للقتلى من الجنود المعركة، وبقت مزار سياحي بيجوا كل سنة في يوم 23 أكتوبر عشان ده ذكرى معركة العالمين. كمان العالمين فيها ايه؟ فيها جامعات، فيها 5 جامعات دولية زي جامعة عالمين، وفي جامعة عالمين الأهلية. كمان في بحيرات صناعية، بحيرة صناعية كبيرة بجانب الأبراج، فبيبقى منظر خلاب، منظر جميل جدا. كمان عايزة أقول لكم كمان إن الأسعار في العالمين في أسعار عادية، وفي في مناطق في أسعار عالية. بس في أسعار عالية عادية جدا زي القاهرة بالظبط أو أي محافظة تانية يعني. وفي أسعار غالية، يعني في مناطق أسعار غالية. وكمان في كمان 37,000 وحدة سكنية مختلفة المستويات، فيها 10,000 فيلا، وفي كمان مولات 9 مولات. واحنا ما عملناش المساحة كلها، لسه ما عملناش مساحة، احنا كمان عملنا يمكن ربع المساحة بس، عملناش لسه المساحة كلها، لسه هنكمل قدام. عملنا منطقة صناعية من جيل الرابع، وعملنا منطقة زراعية، وده طبعا هيؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب المصري. وبكده أكون خلصت الحلقة. يا ريت تتابعوني وما تنسوش تشتركوا في قناتي.